وش وضع الفريق اللي امامك. انا قلت ممتاز. يبدو ان وجدنا قارئ جيد للمستقبل. لا ادعي العلم. قبل كل مباراه بنسال لا استغفر مش قارئ الفنجان، قارئ المباريات. لا فقلت فالفريق القطري واجه فريق حقيقه ظاهر من نشوه وغير مستعد. انه واجهنا فريق قوي جدا، فريق ما لعب معنا الى اخر 5 دقائق ما كنا نعرف وان كان ان الارض لكن كنا افضل نحن. نعم كنا افضل بلا شك. والقطر برضه وكنا ان افضل، والدليل انه قاعد نسجل ان الافضليه لنا في التسجيل حتى. دائما على مسار البطوله. نعم. يعني اتكلم عن المستوى الفني. نعم. نتائجين لها يعني من باب اولى فعلا انه يعني مستحق ووصلت للنهايه، لكن على الاداء والمستوى هل كان المنتخب السعودي والقطري هم الافضل في هذه البطوله حتى يصل الى النهائي؟ والله يعني بلا شك وصولهم يدل على انهم كانوا الافضل. ثانيه يعني لو ما لعبت السعوديه والامارات مثلا في نصف النهائي، او ما لعبت قطر وعمان في نصف النهائي، كان ممكن نشاهد ثنائي اخر في النهائي مثلا. لو كان فيه غير حيتقابل حقيقه الامارات احد الاطراف مع السعوديه. انا كنت ترشح انه كان لولا انه واجه السعوديه، لولا انه واجه السعوديه. والشيء الثاني كان المجهود اللي يبذلونه في الشوط الاول ينخفض الشوط الثاني. واضح. جميل. في العديد حقيقه من التغريدات ايضا. غمدان يحيى العزكي ابو رزان يعني يؤيد التنظيم الذي حصل ويبارك للشعب اليمني ما قدموه في هذه البطولة، وهم حقيقة قدموا مستويات جبارة ومفاجئة، وكانوا قاب قوسين أو أدنى يعني من إحداث مفاجأة أكبر والوصول إلى دوري نصف النهائي. ويتوقع مباراة اليوم فوز السعودي 2-1. يعني محمد مجرشي اخوي ليش تجاهلون تغريداتي؟ ابدا ما تجاهلنا محمد، بالعكس انا قاري لك حول تغريدتين الى الان. عبد الله برباع خاب كل من انتقد لوبيز، منتخبنا يلعب النهائي، وخاب كل من انتقد تنظيم خليج 22 دورة ناجحة بكل المقاييس. شكرا عبد الله، بالقرآن ناحية يا رب توفق المنتخب السعودي. تيفو مباراة اليوم في العديد من يعني الصور التي قدمته، بالفعل كان في تيفو راح يكون ب اويا سعودي على المدرج، وراح يكون بهالصورة تحديدا كانت واضحة. اويا سعودي في المدرج الأخضر السعودي في هذه المباراة حسب اتفاق أكثر الجماهير، وإن شاء الله نشاهدها فعليا. محمد بن جالي نأمل من جمهورنا المعودة دائما على الانتصارات أن يملأ الملعب الليلة، فهي بطولة السعوديين. والعديد بصراحة من المشاعر الفياضة من الجماهير السعودية والتي تتحدث الآن في الهاشتاج وستتواجد بعد الساعات في أرض الملعب. عنواننا الرابع في هذه الحلقة. كان من صحيفة مكة لوبيز يرى حسم اللقب في التفاصيل ورومانو في امتلاك أدوات الفوز. عبد الرحمن الأنصاري كتب في مكة: شدد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الإسباني لوبيز كارو في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بمساعد مدرب قطر لمباراة اليوم بأن فريقه وقطر استحقا التأهل للمباراة النهائية في خليج 22 عطفا على ما قدمه من مستويات في الدورين الأول ونصف النهائي. وقال المنتخب أن قدم أداء فرديا وجماعيا توجه بالوصول لنهائي الدورة، لكننا واجهنا صعوبات كبيرة أمام المنتخب الإماراتي حامل اللقب. وقال: أتوقع أن تظهر المباراة النهائية بشكل مختلف، كون المنتخبان يعرفان بعضهما جيدا، حيث التقيا في مباراة افتتاحية وتعادل بهدف لهدف. قال: سنقدم كل ما لدينا للفوز والتتويج باللقب الرابع، وأتوقع أن تلعب المباراة على تفاصيل وجزئيات صغيرة، مؤكدا ثقته في لاعبيه لتقديم مباراة كبيرة. وشدد على أهمية العامل النفسي في هذه المباراة إضافة إلى الجماهير. قال مساعد مدرب قطر: أو قلل من أهمية الحضور الجماهيري المتوقع في النهائي لمساندة السعودية. قال: الجمهور لن يؤثر علينا، وقد يكون تأثيره في مواجهة الافتتاح فقط، ولكن الآن وبعد أن وصلنا النهائي اختلف الأمر. واجهنا اليمن والملعب شبه ممتلئ ولم نتأثر، كون الجمهور من جماليات كرة القدم. وتحدث عن امتلاك فريقه لأدوات الفوز.
استاذ عثمان، يبدو انه لوبيز للمره الثالثه او الرابعه فقط في هذه الدوره يعني يراهن على الفرديه، مره يقول يعني سناخذ المباراه بقدراتنا الفرديه للاعبين، ومره يقول سنركز على التفاصيل والجزئيات الصغيره التي تتحدث عن مهارات بعض اللاعبين. فإلى ماذا يراهن لوبيز من خلال هذا الحديث؟ هل هو يحفز لاعبيه على أداء أفضل أو على إظهار ما لديهم، أم أنه فعلا هو يراهن فقط على الأداء الفردي يعني دون ما الجماعي الذي يكون أقل في أحاديثه؟ هو الواقع من وجهة نظري يعني حرص لوبيز على إظهار يعني مثل هذه الجزئيات والتفاصيل يعني مسألة نفسية جيدة تحسب له. يعني اهتمامه بالتفاصيل وحرصه على إظهار عناصر أو أدوات الفريق أو لاعب الفريق بأنهم يمتلكون الحلول الفردية، تأكيد على الثقة التي يبنيها مع لاعبيه، وبالتالي يكون في ذلك تحفيز لهم وشحن أكثر للدوافع الذاتية لكل لاعب. وأعتقد إذا اهتم بالتفاصيل بالفعل يعني سيتفوق بزيادة، لأنه بصراحة يعني هو لديه في القائمة أسماء وعناصر تمتلك بالفعل يعني حلول فردية يستطيع أن يتفوق بها على أي منتخب في المنطقة، يستطيع أن يفاجئ. يعني هو لديه فرصة أن يكون لديه أكثر من عنصر مفاجئ، أو سواء من خلال التشكيل أو حتى من خلال طريقة اللعب أو حتى من خلال